وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم ير كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون. وإن نشاء نوركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل للمتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وادعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم ومنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانه فرج همومنا وغمومنا يا حي يا قيوم اللهم إنا نستحفظك ونستودع لنا أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن حبنا فيك ولمن أسلنا سوسنا الرصاب الحول الوالد أحمد بن عبد الله وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا اللهم كمال المتابعة له صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن اللهم كما سند وجوهنا السجود لك فسن الحاجة الله إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة الفاتحة على من أسلافنا الصالحون وعلى من والحبيب علي الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداء يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وصل وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله وينصرك عليه. الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول اللهم من صل وسلم أنفسكم عليه. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك تقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك تقى الأتقياء السلام عليك صفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل في الغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه إحسانه صلى الله عليه
خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علم تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه أشرف خلقه وأجل عبدي رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله عليه هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه أكناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد صلى الله عليه حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا من ولا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا من ولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عمال أنا من ولا ترك في الحسن على مقامين وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عمال أنا من ولا حاضته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال يا لقلب سرور
قلب سروره قد تولى بحبيب عمان أنا ما نوالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعكل معاني الجلال صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور صلى الله عليه. إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا فمن رحيم فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمن التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. في الصدور من الإيمان قواعده وتالو عن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله عليه. أشهد أن سيدنا محمد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفره. صلى الله أبدا عليه. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله فما عليه. أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله وما عليه. أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله عليه. وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. روح المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وهبه صلى الله ويكتبها عليه. بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه. صلى الله عليه. على أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم صلى الله عليه. بأسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. صلى الله عليه. نفذت القدرة
الآخرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاول لوصف الكمال المطلق وحسن التام والزين صلى الله عليه ذلك الجمال الميمون صلى الله عليه صلى الله عليه إلا وانتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه بالأسلام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه ونورا حيرا أبكار ظهور وبهر فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف صلى الله عليه قاسما ولديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الألسن لن تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصول صلى الله عليه من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه فأن لا تعرف الأقلام عن شؤون خير الله صلى الله ولكن هجا إلى عليه تدوين ما هبت من شرشرف المخلوق صلى الله عليه وما كرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت راية بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه بهذه الحضرة الكريمة ولا عد التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين ويدخلان في شفاعة هذا نبي الشافع آمين بروح ذلك نعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين
صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام وقاتنا
محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين فضلا في العلا العلا كفاك فضلا في العلا العلا دنا فتدال لقب قوسين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد آن للقلم أن يخض ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا عبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول صل الله عليه يا أبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين صلى الله عليه فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم
إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عليه عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة صلى الله عليه عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله مر الشهر عليه بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادات لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسمع يمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بدون إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مهلة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل أرض السماوات متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه من علف الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والثور صلى الله عليه في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعان ما بدا نور الكواكب
الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا وبدا نور الكواكب من أصل أصيل حل في أعلى الذوائب من قصي ولؤي بدخل مجد بن غالب صلوات الله تغشى شرف الرسل الأطايب وتعم الآن جمعا فبدا نور الكواكب وتلا مجدك فخرا في رفيعات المراتب لا برحنا في سرور أبيك يا عالي المناكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب قد شربنا من صفانا بك من أحلى المشارب فلرب الحمد حمدا جل أيحصيه حاسب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب وله شكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خايب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وصحينا قرب وروض هذا الحبيب صلى الله عليه. السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. الوجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تاج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وانفد الحق
الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. وحضرا بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله عليه. من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. الذي رتب الله على حضوره في وجود هذا المولود صلى الله عليه. ورق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. قال كون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فزهر اليمن غرد واستبيئوا بجمال يا رسول الله فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا ربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. اللهم صل على محمد سبيلي مرحبا مرحبا به نسعد ونور شاء الله مرحبا
صلوا عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء معميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه تولى ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله وأسفر عليه. ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله فسمعت عليه. قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس سلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه. وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اطلب قلبك في 3 مواطن عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة فإن لم تجده في هذه المواطن فاسأل الله أن يمن عليك بقلب
fa innahu la qalba laka ila akhir ma qala radhiyallahu anhu ardhah. Berkata Al-Imam Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah, beliau adalah sahabat tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dijuluki adalah sahibun na'lain, sahabat yang mempunyai dua sendalnya Rasulullah, karena Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud adalah orang yang selalu membawa sendal daripada Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud adalah bagaikan bayangan, jika ada Rasulullah dipastikan ada Abdullah ibn Mas'ud, sehingga beliau dikatakan adalah bayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pujian-pujian Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sangatlah banyak. Di antara pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, Rasulullah bersabda, jika engkau ingin mendengarkan bagaimana Jibril membawa Al-Quran kepadaku, maka dengarkanlah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Saking fasihnya beliau membaca Al-Quran, sehingga Rasulullah bersabda, jika engkau ingin mengetahui bagaimana Jibril datang kepadaku membawa wahyu Al-Quran, maka dengarkanlah bacaan Abdullah ibn Mas'ud. Masya Allah, luar biasa. Dan lebih dari itu, Rasulullah telah mendengar suara alas kaki daripada Abdullah ibn Mas'ud terdengar di dalam surga. Suara sandal Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ampun eperang langsung tining Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayyib. Apa kata beliau? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, utlub qalbaka fi thalathati mawadin. Carilah hatimu di 3 tempat. Artena ate kulaban panjenengan nyetrum tak nyetrum, khusyuk tak khusyuk, takok tak takon dekat Gusti Allah sareh ning telok tempat nika. Mun beda setrum mah, mun beda sinyal lah, beda radiasi ate kulu sampean, berarti beda atena. Mun ning telok tempat nika tak gresah ate kulu panjenengan ada setrum mah, fas'alillaha ayyamunna 'alaika, hendaklah kamu cepat-cepat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hati kepadamu. Fa innahu laisa laka galab, karena kamu tidak punya hati. Berarti telok tempat itu titik ukuran ateh kauleban panjenengan ning telok tempat nika. Mun telok tempat itu ada fas'alillaha ayyamun 'alaika bigalbin fa innahu la galbalaka. Dulu minta dekat Gusti Allah mumpung kita mati bi reng-reng. Nah, karena musibah sepaling raja bener musibah mati orang tapi mati atena mati rasa takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kematian ini adalah sunnatul hayah. Artinya bila beda odi beda mati, beda siang beda malam, beda atas beda bawah, pasti bonan. Tetapi bener hal sesuatu hal se agawa aki, bener sesuatu hal se mustahil. Wa inna ma a'zamu masaibid dunya, hanya saja Imam Sya'rawi mengatakan yang terbesar daripada musibah di atas dunia, idza mata fi qalbika khaufullah wa anta fi qaidil hayah. Jika rasa takutmu di hatimu telah mati kepada Allah, tidak ada rasa takut, hada musibah kabir. Ini musibah sepaling raja keng ada orang susah. Padahal ini musibah si raja mati rasa takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pertama, syariat kul panjenengan inda sima'il Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, akan bertambahkah keimanan kita? Akan semakin takutkah kita? Akan semakin taatkah, semangatkah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika tidak, berarti tadi ateh. Inda sima'il Quran, karena Al-Quran itu pun Allah Subhanahu wa taala. Mun sampean mau ngomongan di orang terus omong sampean tereken, kuliakin sampean kecewa. Kecewa. Omong teng berdengan, ternyata sampean tak ngereken kok omong sampean. Lalu bagaimana ketika kita membaca ayat Allah, firman Allah yang kita tidak memperdulikan atas isi perintah dan larangannya? Ngeding begitu saja pun tak membekas sekali.
Padahal orang yang membaca Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang yang beriman jika dibacakan ayat Al-Quran, zadathum imana, faham tak faham, ngerteh tak ngerteh, mestinya Al-Quran semakin menambah keimanan. Karena ate kul manjenengan la tada sehingga tak masuk Al-Quran nikah. Rasa iman adalah Quran. Yang kedua, wa fi majalisid dzikir, ketika majelis dzikir nih, majelis-majelis ngane kene mun ate kul sampean tak nambah khusyuk, ima majelis bengkes, wa ima ate sampean kepetangan, wa ima majelis neka mungkin saya mecah atau saya nabu lah kurang ikhlas sehingga tak tembus ke ate orang sing dingaki, wa ima ate sampean kepetangan sehingga tak tembus majelis dzikir neka, tak bisa tenang majelis. Padahal ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, zikir tidak mampu lagi menjadikan ketenangan bagi hati kita. Ate tak teti ate situmaknina, bene zikir berarti penyakit ate secara kelu. Kata beliau, mun ning majelis zikir nek tade ate kulit sampean berarti tade atena. Terakhir ngetes abak kulit sampean. Si nomor telok, wa fi auqatil khalwah, ketika saat-saat sepe, saat-saat dalam keadaan sunyi. Ketika kita dalam keadaan sunyi, sepi, kita menyempatkan diri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah hati kita. Tahukah Anda kenapa musibah terjadi? Bukan karena mereka ahli maksiat, lah. Bukan mereka karena lalai kepada Allah, bukan mereka karena berfoya-foya dalam kehidupannya. Justru kadang-kadang karena kita yang kita dianggap soleh tapi kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sababun min asbabi nuzulil bala qillatul bakkain fi jawfil lail. Sabab dari beberapa sabab turunnya bala musibah dari Allah, qillatul bakkain, sedikit sekali orang yang mau nangis. Ada yang nangis tengah malam lah, Pak. Orang yang ke orang sesoleh ternyata tak jaga malam. Saya yang ke orang bagus ternyata ada nangis ke Gusti Allah, ya gara-gara dia. Sababun min asbabi nuzulil bala, di antara turunnya bala qillatul bakkain. Sekonek reng nangis sompeta bala re tade lah. Saya sompeta orang yang nangis malam. Masya Allah, telok ni kemula tade inda sima'il Quran wa inda majalisid dzikir wa indal khalwah. Sare ate kulit sampean ning telok tempatnya. Mun tak ada illam takun fa hadhil mawatin, jika kamu tidak ada hatimu di tempat ini, fas'alillah ayyamunna 'alaika biqalbin fa innahu la qalbalak. Cepetan minta ate ke Gusti Allah karena kulit sampean tadi ate berarti odi keng tanpa ate. Berarti di odi en tak odi ongku. Bener oreng ya Pak, ring orengan. Bener manos saja dia. Kok nakok berarti aja. Ya, mentar mau kita ilmu manfaat, mentar mau insyaallah seteja niat-niat saya kul panjenengan terima tining Allah Subhanahu wa taala, ben ate kul panjenengan tambah rasa takwa, rasa tako, rasa taat ke Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والسلات الموصولة
اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرا وعلى باب عزته تهد الرحال وتشاهى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلبات